قال المؤلف رحمه الله: شروط الطهارة. شرح ذلك أن هذا الفصل معقود لبيان شروط صحة الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: الإسلام. شرح ذلك أن الكافر لا تصح منه الطهارة، ونعني بذلك الوضوء والغسل والتيمم. قال المؤلف رحمه الله: والتمييز، يعني أن الصغير غير المميز والمجنون لا تصح منهما الطهارة. قال رحمه الله: وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول. معنى ذلك أن من شروط صحة الطهارة أن لا يكون مانع يمنع من ملاقاة الماء للعضو الذي يجب غسله أو مسحه في الطهارة، فإن وجد ذلك لا بد من إزالته حتى يصل الماء إلى ما تحته من الجلد. ويفهم من ذلك أن طلاء الأظافر الذي تضعه النساء لا بد من إزالته قبل الوضوء أو الغسل ليصح لها الوضوء أو الغسل، لأنه يمنع من وصول الماء إلى الظفر. قال رحمه الله: والسيلان. شرح ذلك أنه لا بد في غسل الطهارة من أن يجري الماء على الجلد بطبعه ولو مع إمرار اليد. أما مجرد المسح الذي لا يسمى غسلا فهذا لا يجزئ، يعني إذا بلل شخص يده بالماء ثم مسح بها وجهه في الوضوء بدل أن يغسله لا يجزئ. قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون الماء مطهرا، يعني أنه يشترط أن يكون الماء طاهرا بنفسه، أي غير نجس ومطهرا لغيره. فلكي يجزئ استعماله في رفع الحدث أو إزالة النجس لا بد من أن يجمع الصفتين، أي لا بد أن يكون طاهرا مطهرا. فإن كان طاهرا لكن لا يطهر غيره لا يكفي. وحتى يكون الماء مطهرا لا بد من توفر أشياء 4. بدأ المؤلف رحمه الله بذكرها بقوله: بأن لا يسلب اسمه بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه، أي امتزاج شيء طاهر كالحليب والحبر وشبه ذلك، فلو تغير الماء به بحيث لا يسمى ماء لم يصلح للطهارة. شرح ذلك أن من شروط صحة الغسل والوضوء أن يكونا بالماء، فلو امتزج بالماء أي انحل فيه طاهر آخر بحيث غيره تغيرا كبيرا إلى حد أنه لم يعد يسمى ماء لا يعود هذا الماء صالحا للطهارة. مثال ذلك أن يختلط الماء بحليب أو بحبر أو بنحوهما بحيث يتغير لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا كبيرا إلى حد أنه لا يسمى بعد ذلك ماء، أي بغير قيد، فإنه لا يعود صالحا للطهارة. وأما التغير الخفيف فلا يؤثر. قال المؤلف رحمه الله: وأما تغيره بما لا يستغني الماء عنه كأن يتغير بما في مقره أو ممره أو نحو ذلك مما يشق صون الماء عنه فلا يضر فيبقى مطهرا. شرح ذلك أن الماء إذا تغير تغيرا ظاهرا كثيرا بطاهر انحل فيه وخالطه، يعني امتزج به، لكن كان يشق صون الماء عن هذا الطاهر، مثل أن يكون هذا الشيء الطاهر كبريتا في مقر الماء، يعني حيث يجتمع الماء، أو في ممره أي يمر الماء عليه فيكتسب منه رائحته بحيث تتغير رائحة الماء بقوة بسببه، أو يتغير طعمه تغيرا كثيرا بسببه، فإن هذا الماء يبقى طاهرا مطهرا يصح به الوضوء والغسل، لأنه يشق يعني يصعب صون الماء عن هذا الطاهر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثاني حتى يكون الماء مطهرا فقال: وأن لا يتغير بنجس ولو تغيرا يسيرا، يعني أنه إذا لاقت نجاسة الماء فتغير الماء بهذه النجاسة ولو قليلا صار الماء نجسا ولو كان ماء كثيرا. ثم ذكر الأمر الثالث فقال: وإن كان الماء دون القلتين اشترط أن لا يلاقيه نجس غير معفو عنه، يعني أن الماء إذا كان أقل من قلتين يشترط أن لا يلاقيه نجس ليبقى طاهرا مطهرا، فإن لاقاه نجس صار الماء نجسا ولو لم تغيره هذه النجاسة، وذلك لقلته. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، أو بعبارة أخرى ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف، فإن كان الماء أقل من ذلك ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له، إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها، مثل ما لا نفس له سائلة كهذه الحشرات الصغيرة، فإنها إذا وقعت في الماء وماتت في الماء لا تنجس الماء ولو كان الماء قليلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأمر الرابع فقال: وأن لا يكون استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس. شرح ذلك أن الماء إذا كان قليلا دون القلتين واستعمل في فرض الوضوء أو في فرض الغسل لا يبقى مطهرا، بل يكون طاهرا غير مطهر. وكذلك لو استعمل هذا الماء القليل لإزالة نجاسة ولم يتغير الماء بذلك، يعني لما أزال هذا الماء النجاسة لم تغيره، فإنه يبقى طاهرا لكنه غير مطهر. فالماء الذي هو على أصل خلقته يقال له ماء مطلق وهو طاهر مطهر. فإذا كان قليلا واستعمل في فرض الوضوء أو فرض الغسل لا يصح استعماله في الطهارة، لأنه صار طاهرا غير مطهر. وكذا لو استعمل في إزالة نجاسة فأزالها ولم تغيره، فإنه أيضا يكون طاهرا غير مطهر. أما إذا وقعت النجاسة غير المعفو عنها في الماء فهنا حالان: إذا كان الماء كثيرا لا ينجس إلا إن غيرته النجاسة، وإذا كان قليلا صار نجسا غيرته أو لم تغيره. والكثير هو ما كان قلتين فأكثر، والقليل ما كان دون ذلك. والحكم الذي ذكرناه مستنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن الأربعة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني يدفع عن نفسه التنجس، يعني إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة.